يتربى على الأخلاق الحسنة، إن يكون إنسان خلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وقال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. يتربى على العلم الشرعي الصحيح. هوس اللي عند الآباء، ابني ما دخلش طب، ما مش نافع، خلاص هو كده مش ما جابش كلية من كليات القمة، يقعد: يا ابني أنا صرفت قد إيه طول السنة وجريت بيك وما كنتش بنام وعملت وسويت عشان انت تجيب طب ولا صيدله ولا هندسه وما جبتش، ضيعت تعبي هدر. فاهم؟ يقعد الفكر بتاعه ده اصلا فكر خاطئ، لان الاصل مش انك تخش طب ولا هندسه ولا كده، انت هتسال امام الله عن دينك ولا عن الكليه بتاعتك. ما هيبقى في كليه طب وهيبقى من اهل النار، لم يراعي الله في حق المرضى. هيبقى في كليه طب وهيدخل النار، سرق اعضاء المرضى. هيبقى في كليه صيدله وهيدخل النار لانه كان يغش في الادويه. هيدخل صيدله وهيدخل النار لانه كان لا يراعي المرضى في الدواء والبيع لهم. هيدخل هندسه وهيدخل النار عشان عمل المنشاه وغش في الاسمنت، وبعد كده العماره وقعت. لازم يتربى على الدين، مش ان هو يخش كليه